أبسط حكاية ليكم، عارفين ان في حاجات كتيرة في حياتنا بنشوفها عادية جدا، لكن هي في الحقيقة ممكن تكون سبب تغيير حياة حد تاني بالكامل من غير ما تاخد بالك. ممكن تكون كلمة بسيطة اوي، او ابتسامة صغيرة منك، او حتى تصرف صغير اوي، او مكالمة تليفون لحد بتحبه وبتعزه تفرحه وتبسطه، تكون اكبر بكتير من اللي احنا متخيلينه. في ناس كتيرة بتعدي من قدامنا كل يوم، في الشارع او في الشغل، في البيت، في المواصلات، او حتى على الموبايل او على السوشيال ميديا، واحنا مش عارفين هم شايلين جواهم ايه. ممكن يكون حد شكله عادي اوي لكن جواه تعب كبير، وممكن يكون حد بيضحك مع الناس لكن قلبه مليان حكايات مش حد سامعها، بس الناس شايفاه بتضحك بس يكون هو كويس، مش حد بقى شايف هو جواه ايه. واوقات كتيرة بنفتكر ان اللي قدامنا قوي وانه مش محتاج اي حاجة، لكن في الحقيقة ان كل انسان في الدنيا محتاج حاجة واحدة بس، حد يحس بيه. تخيلوا مثلا كده ان حد صحي الصبح وهو حاسس ان الدنيا تقيلة عليه قوي، ممكن تكون عنده مشكلة او حاسس ان هو لوحده شوية وهو ماشي في يومه. ممكن كلمة صغيرة منك تخليه يحس ان الدنيا اخف عليه شوية، كلمة زي ربنا يفرحك او ربنا يجبر بخاطرك. الحاجات دي احنا بنشوفها صغيرة، لكن ممكن تكون عند حد تاني حاجة كبيرة قوي. في مرة حد قال جملة جميلة، قال ان الطيبة مش محتاجة مجهود بس محتاجة قلب صاحي. يعني ممكن في لحظة بسيطة جدا تختار تكون لطيف، مش عشان الناس لكن عشان نفسك قبل اي حد. لان الانسان لما بيعمل حاجة كويسة حتى لو هي صغيرة قوي بيحس براحة جواه، راحة كده صعب تتوصف بس بنحسها. ممكن الشخص ده يدعيلك دعوة تبقى أبواب السما مفتوحة والدعوة دي تتحققلك. والحقيقة ان الدنيا حوالينا بقت سريعة جدا، وكل واحد مشغول مع نفسه، وكل واحد بيجري ورا حاجات كتيرة قوي، لكن وسط السرعة دي ساعات بننسى أبسط حاجة، ان احنا نبقى بشر مع بعض. يعني نسأل على بعض ونطبطب على بعض بالكلمة الحلوة، نعدي لبعض الأخطاء الصغيرة ونفتكر ان محدش فينا كامل. كل واحد فينا بيغلط وكل واحد فينا بيتعلم. يمكن حد في يوم زعلك بكلمة، لكن يمكن هو نفسه كان جواه زعل أكبر. يمكن حد اتصرف بطريقة ضايقتك، لكن يمكن هو كان بيعدي بيوم صعب وانت ما تعرفش عنه أي حاجة. ده مش معناه ان احنا نقبل بالغلط، لكن معناه ان احنا نحاول نفهم قبل ما نحكم، لأن الحكم السريع ساعات بيظلم ناس كتير. ولو بصينا حوالينا شوية هنلاقي ان اجمل الناس في حياتنا مش اكترهم فلوس ولا اكترهم شهرة، لكن اكترهم قلب. الناس اللي وجودهم بيطمنك، الناس اللي لما تكلمهم تحس ان الدنيا اهدى شوية، الناس بيقولوا كلمة حلوة في وقتها. يمكن احنا مش قادرين نغير الدنيا كلها، لكن نقدر نغير لحظة في يوم حد. يمكن كلمة منك تخلي حد يبتسم، يمكن دعوة منك تريح قلب حد، يمكن موقف صغير منك يفضل حد فاكره طول عمره وحياته. وعشان كده حاولوا دايما تسيبوا أثر طيب وراكم، مش لازم يكون أثر كبير أوي، كفاية يكون صادق من قلبكم. الناس ممكن تنسى الكلام الكتير، لكن عمرها ما بتنسى الإحساس اللي حسه لما حد وقف جنبه، أو لما حد فهمها، أو حتى لما حد بس سمعها. وفي أيام رمضان تحديدا القلب بيكون أقرب للخير، والناس بتحاول تبقى أهدى وأقرب لبعض. ودي فرصة حلوة ان احنا نفتكر حاجة مهمة، ان الطيبة عمرها ما بتضيع حتى لو مش حد شافها، ربنا شايفها. وحتى لو مش حد شكر فيها هي بترجعلك بطريقة تانية، يمكن في دعوة حلوة، او يمكن في راحة قلب، او يمكن في موقف جميل بيحصل معاك فجأة. عشان كده حاولوا دايما تكونوا سبب في حاجة حلوة، مش لازم تعملوا حاجة كبيرة. احيانا ابسط الحاجات بتبقى اصدقها، كلمة طيبة، مساعدة صغيرة، ابتسامة صادقة، كل دي حاجات ممكن تغير حياة يوم كامل، إنسان كامل. ويمكن تكون كلمة طيبة أو مساعدة صغيرة أو ابتسامة صادقة، كل دي حاجات ممكن تغير يوم كامل، ويمكن كمان تغير حكاية كاملة. وفي الآخر افتكروا دايما ان الدنيا بتمشي بسرعة، فخلي مروركم فيها خفيف وأثركم فيها جميل. سيبوا وراكم كلمة حلوة أو موقف طيب وقلب نضيف، يمكن الحاجات دي هي اللي هتفضل بعد سنين وتخلي حد يفتكرك ويقول إن كان إنسان طيب. دي يمكن أن تكون أجمل حكاية ممكن تتقال عن أي حد. دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة إن شاء الله. مش تنسوا تعملي لايك واشتراك. دمتم سالمين.